السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. بشكركم جدا على دعمكم ليا وعلى متابعتكم، وبجد شكرا قوي على اللايك والشير. ويا ريت تدعموني اكتر واكتر علشان القناة تكبر بيكم. وبرحب كمان بكل المتابعين الجداد وبقول لكم نورتوا القناة ونورتوا قصتنا الصغيرة اللي هتكبر بيكم ان شاء الله. اما بقى النهاردة فاحنا معانا رسالة حلوة قوي. هي رسالة من حبيب لحبيبته. كانت في الفترة الأخيرة في ما بينهم مشاكل كتير قوي، بس هما الاتنين دلوقتي مروا بحاجات كتير قوي. أثرت فيهم وغيرت من شخصياتهم هما الاتنين. فخلت في نضج أكتر ووعي أكتر للعلاقة. يعني هنا الحبيب أصلا بيقول لحبيبته وحشتيني قوي. أنا عارف إن أنا الفترة اللي فاتت كنت أذيتك وسببت ليكي في مشاكل كتير قوي. لكن صدقيني أنا طول ما انا بعيد عنك مش عارف ابطل تفكير فيكي. وطول الوقت بحاول اشتغل على نفسي عشان ابقى شخص احسن، لان انا عارف ان انا السبب الرئيسي في ان علاقتنا فشلت المرة اللي فاتت. وعايز اطلب منك انك تدي فرصة تانية لعلاقتنا، لان انا عارف ان انتي بتحبيني قوي زي ما انا بحبك. واللي ملاحظه كمان واللي شايفه ان وعيك زاد وفكرك اتغير وبقى عندك نضج اكتر. فاكيد هتقدري ان انا كمان بحاول اوصل لنفس المرحلة اللي انتي وصلتي ليها من النضج والوعي ده. فلو ادينا لنفسنا مهلة تانية وفرصة تانية، وحاولنا نستفيد من الدروس اللي فاتت اللي احنا مرينا بيها في علاقتنا قبل كده، ونحاول ان احنا نتجنب الاخطاء دي علشان ننجح المرة دي، اكيد ده هيفرق معانا كتير. اكيد ده هيخلينا نعرف نخلي علاقتنا ليها مستقبل واضح ويكون ليها شكل سليم، تساعدنا ان احنا الاتنين نكون في استقرار واطمئنان اكتر. عايزة اقولك ان انتي ليكي الفضل الاول والاخير بعد ربنا في ان انا احاول اشتغل على نفسي بالشكل ده. فانا فعلا مش هستكبر ان انا اقول ان انا اتعلمت منك، ان انتي السبب في ان انا احاول اكون شخص احسن. وبرضو عايزة اقولك ان بفضلك وبفضل ان انتي طول الوقت بتحاولي تخليني انسان كويس، انا الحمد لله علاقتي بربنا بقت افضل بكتير وانتظمت في الصلاة. لان عرفت ان ده اكيد هيفرق في شخصيتي وهيفرق في روحانيتي وهيفرق كمان في علاقتي بيكي وهيحسن من طاقتي ويبعد عني اي افكار سلبية بتيجي في دماغي. لان انا عارف وادركت وبقيت متأكد ان مشاكلنا السابقة كلها بسببي انا، بسبب ان انا كنت طول الوقت بفكر بسلبية، كنت طول الوقت آه، بتجنى عليكي وبقول عليكي حاجات مش صح. وبسبب ده صدقيني انا بقى بيجيلي احساس كبير قوي بالشعور بالذنب، لان انا تقريبا كده اذيتك، خليتك شخص حزين طول الوقت زعلان، رغم انك قبل كده كنت طول الوقت بشوفك مبسوطة. كان عندك طاقة ايجابية ومرح كده، كنت اي مكان بتبقي فيه بتقلبي طاقته لطاقة احسن وبتخلي الناس سعيدة وفرحانة. فالمفروض انا ما كنت ارتبط بيكي او ادخل معاكي في علاقة احافظ على الجمال اللي فيكي ده مش اقتله، ان انا اخليكي سعيدة وازود في سعادتك. لكن اللي حصل العكس. وانتي لما حبيتيني كنت طول الوقت بلاقيكي بتبذلي مجهود كبير جدا انك تخليني فرحان، تشوفي ايه اللي بيفرحني وبتعمليه. آه كنتي بتعملي مفاجآت كتير قوي، كنتي بتخليني وعلمتيني ازاي احب نفسي، وعلمتيني ان انا ادي آه مش ان انا افكر لما هدي ده هاخد ايه. آه علمتيني اللي بيخلي الناس تبقى سعيدة ربنا بيكافئه. انا بقى كنت باخد الكلام ده كله من غير ما افكر فيه، ما عرفتش ان انا المفروض زي ما انتي بتعملي معايا وبتعملي مع اللي حواليكي كلهم انا اعمل معاكي كده. ده يكون دوري ان انا اخليكي بني ادمة سعيدة وفرحانة راضية عن علاقتي بيكي وعن علاقة الحب اللي انتي فيها، ما حسسكيش ان في حاجة ناقصاكي. لكن مع الاسف انا فشلت في ده، فشلت لان أنا انسان فاشل، انسان اناني، ما كنتش بفكر غير في نفسي وبس. كنت انتي بتحاولي تبني فيا وانا كنت بهد فيكي من غير ما اخد بالي. كنت بتحاولي تديني السعادة وانا كنت بديكي الحزن والزعل. كنت طول الوقت محاوطك بالشك وبالعصبية، ما كنتش عارفة اخليكي فرحانة.
طبعا ده كله في الاخر اتفقنا ان احنا نبعد عن بعض وسيبنا بعض. بكل انانية مني قلت خلاص هبعد وهشوف حياتي، وعارف ان انا هجرب علاقتي مع حد تاني واخلق انسان تعيس تاني واحب واحدة واغيرها للأسوأ من غير ما افكر فيكي وان انت هتعملي ايه، وانت بتحبيني حب كبير قوي انا واثق منه. وانت خليتي حياتك كلها بتلف حواليا انا بس، خليتيني انا اهم حد في حياتك واولوية في حياتك، اسيبك كده بكل انانية. متعرفيش بعد كده لما قعدت وفكرت مع نفسي حسيت قد ايه ان انا انسان مش كويس، قد ايه انا غدار، قد ايه خذلتك. عشان كده رجعت تاني وقلت ان انا لازم ادي لنفسي فرصة واديكي فرصة تسامحيني وتعرفي ان انا فعلا اتغيرت، وادي لحبنا فرصة يستحقها. وانتي لو فكرتي في الموضوع من وجهة نظري هتلاقي ان احنا الاتنين حاسين بالوحدة، احنا الاتنين عارفين ان احنا بنحب بعض وفي نفس الوقت بنظلم بعض. هو انا عارف ان انا اللي ظلمك اكتر، الظلم واقع من عندي بس غصب عني، اكيد انتي فاهمة ده، ان انا عايزة الحياة تمشي وعايز انك تعيشي عيشة كويسة وعايزة ان احنا ما نسيبش بعض، بس غصب عني كأن في حاجة خفية متحكمة فيا هي اللي بتخليني اعمل كده وانا مش عايز. علشان كده انا ما اكدبش عليكي، فعلا ابتديت اخد رأي حد متخصص في ان انا ازاي اسيطر على انفعالاتي واسيطر على نفسي، عشان عارف اللي فيا ده هيخليني اخسر حاجات كتير. ولو الحاجة الاول حاجة هخسرها دي انت، اكيد انا مش عايز ده. انا عايز تحسي بالحنية اللي جوايا، وعايزك تعرفي انا بتمنى لك ايه وعندك ايه، لانك انت بجد الانسانة الوحيدة اللي انا حسيت فيها فعلا انها خايفة عليها بجد، الانسانة اللي حسيت انها بتحبني عشان نفسي، عشان هي شايفة ان انا استاهل اتحب، مش عشان طمعانة في حاجة او مستنياني مثلا تاخد مني منفعة مادية، منفعة شخصية، عايزة تتفسح، عايزة تصرف. لا، انت عمرك ما طلبتي مني اي طلب، طول الوقت كنت بتديني اكتر ما تاخدي مني. فلما قررت ان انا اتغير وان انا فعلا اشوف ايه الحاجات اللي فيا المفروض اعدلها وايه الحاجات اللي المفروض اشتغل فيها على نفسي، وهل فعلا انا ظالم ولا مظلوم، قعدت بقى بصدق كده ورجعت كل مواقفنا مع بعض، لقيت قد ايه ان انا كنت باجي عليكي، قد ايه كنت عندي حب التملك، ما كنتش بفكر فيكي انتي عايزه ايه، على قد ما كنت بفكر هيبقى لو انتي منفذتيش اللي انا عايزه ده اعمل فيكي ايه، هيبقى منظري ازاي قدام الناس، هل انا كده هبقى راجل ومسيطر. مع ان دلوقتي لما انا ابتديت احاول اتعامل بنضج اكتر، ان الرجولة مش سيطرة، الرجولة ان انا احتوي حبيبتي وافهمها وما خليهاش عندها حاجة ناقصة، يعني ما بقاش عندها اي احاسيس ناقصة عايزة تشبعها من حد غيري، لا ان انا اديكي اكتفاء من الحب، اكتفاء من العطاء، اكتفاء من الحنان، اكتفاء من الفضفضة. انا كنت اناني قوي، كنت طول الوقت انا اللي بتكلم وبحكي وانتي بتسمعيني، عمري ابدا ما فكرت ان انا اسالك انتي عامله ايه واسمعك بنفس القدر اللي انتي بتسمعيني بيه او على الاقل نصه. فانا نيتي دي كوني ان انا ادركتها، انا كده حطيت ايدي على اساس المشكله، وما دام عرفنا اساس المشكله يبقى ان شاء الله هيكون من السهل ان انا اعالجها ونكمل مع بعض. خساره حبنا يروح، خساره ان احنا ما نديش لعلاقتنا فرصه تانية علشان تشوف النور. وعايزه اقولك ان انا طول الوقت بدعي ربنا ان انا يعني يوفقني في ان احنا نرجع لبعض، وبجد من جوايا دلوقتي بقيت مش عايز اي حاجه غير ان انا اخليكي مبسوطه، وعايزك تبقي فرحانه واكون انا سبب في الفرح والانبساط ده، وانا اللي مخليني متمسك قوي برجوعنا وان احنا ننجح علاقتنا. ان انت طبعا عارفه ان انا قبلك دخلت في اكتر من علاقه، يعني مش هكدب بقى وهزوق الكلام واقول لك لا انا كنت مستقيم، لان دي حاجه انت عارفاها،
وانا كنت في الاول بعتبرها مدعاة للفخر، ان انا راجل بقى مقطع السمكة وديلها ومتعدد العلاقات، واللي هو مدوب بنات كتير قوي فيا، وان ما ان انا عندي سحر لا يقاوم. لكن اللي بيخليني اقولك كده ان انا بما اني كان ليا علاقات وشفت انواع مختلفة من البنات في الشكل وفي الطبع وفي الثقافة وفي المستوى الاجتماعي، لا انتي عملة نادرة، انتي مش زي غيرك. فانا فعلا شايف ان ربنا كان مديني كنز انا ما كنتش عارف قيمته، كنز كان يعني انا ساهمت ان انا ادفنه من غير ما اهتم بيه. فانا علشان كده عايز ان انا اصلح غلطتي دي، واديكي حقك في التقدير وفي الحب وفي الاهتمام، لانك انتي بجد تستاهلي ده. وعارفة انا حزين كده، ودلوقتي بقى عندي مش عارف، بقيت اغلب الوقت بلاقي نفسي في مود حزين. أه حاسس ان ده احساسي بسبب عقدة الذنب، ان انا عارف ان انا كان في ايدي كنز، ايدي جوهرة وضيعتها مني. عشان كده بجد طول الوقت حزين، سواء بالليل او النهار، في مود ربنا ما يوريهولك ابدا ولا يوريه لاي حد. عشان كده نفسي ان انتي توافقيني، وان احنا نرجع لبعض تاني. وصدقيني كل اللي فات ده كوم، واللي جاي هيبقى كوم تاني خالص. الموضوع ما بيننا والعلاقة هتبقى في احسن احوالها، وهننبسط، وكل الاخطاء اللي انا عملتها قبل كده هتجنبها. وانتي لو انتي برضو بما انك لو شايفة عندك حاجة انتي كنت غلطانة فيها، مش عيب ابدا ان احنا نقول هنتجنب الاخطاء دي عشان نحافظ على علاقتنا. لان احنا لو بنحب بعض بجد هنهتم ان احنا علاقتنا تستمر وتكمل. عارفة احساسي، لانك اكيد حاسة باللي انا حاسس بيه، وعندك نفس الشوق ليا. اصل مش معقول حب كبير قوي كده يخلص بكلمتين قلناهم في ساعة غضب، في ساعة انا كانت عالية عندي او عندك ساعة غرور، ما خدناش بالنا بعد كده من العواقب. فكنا وصلنا لمرحلة النضج دي، وان احنا عرفنا ان احنا ما ينفعش نبعد عن بعض، يبقى حرام نضيع الفرصة دي. صدقيني كل اللي محتاجه انا وانتي ندي لعلاقتنا فرصة تانية. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من حبيب لحبيبته، حبيب راجع لحبيبته وهو كله شوق وطموح وامل ان هو يغير العلاقة وينجحها للافضل، ومدرك جدا كم الاخطاء اللي هو كان بيرتكبها في بداية العلاقة، اللي ادت ان هما هو حبيبته يبعدوا عن بعض. وعارف قد ايه هو قسي على حبيبته، وقد ايه ظلمها، وراجع عايز يصحح الوضع الغلط اللي هو كان السبب فيه، والظلم اللي وقع على حبيبته ده هو عايز يرفعه عنها، وعايز يعيش في علاقة سوية. وكمان أدرك قيمة حبيبته، وعرف ان هي فعلا كنز، عرف ان مفيش منها كتير، وان هي دي الشخص المناسب ليه، واللي هيعرف يعيش معاها حياته في سعادة ويحقق كل أحلامه. فيا رب يكرمه ويحقق كل اللي هو عايزه هو وحبيبته. ويا رب حبيبته تديله فرصة تانية، وتدي لعلاقتهم هما الاتنين فرصة تانية، علشان لو هما فعلا الاتنين اتغيروا، وهما الاتنين عايزين بعض قوي كده، وشايفين ان هما غلطوا في الماضي، مفيش مانع ابدا اما يدوا هما الاتنين للعلاقة فرصة جديدة، علشان يقدروا يعيشوا سوا في استقرار وفي هنا وفي حب، ويتجنبوا كل اخطائهم اللي وقعوا فيها قبل كده. ويا رب يجمعهم ان شاء الله عن قريب، هم وكل الاحب. دلوقتي اقول لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة.